التحديات كبيرة جدا جدا جدا، ولكن المواطن هو الشريك، هو صاحب هذا الوطن، ويجب أن يعرف تماما إيه هي التحديات. يجب أنه يعرف، ولازم نبسط له المعلومة أن جميع المرافق عايزة نوع من إعادة تأهيل، التعليم، الصحة. ما فيش مرفق من مرافق اللي هي تتصل بالمواطن ولا واحد فينا راضي أن الخدمة دي فعلا يعني يستحقها المواطن المصري. احنا مش راضيين. لكن لما المواطن يعرف الحقيقة ونتكلم معاه بصدق، صدق فعلا، ويحس ان احنا بنتقدم وليكن ببطء، هيصبر علينا وهيصبر، لانه صبر كتير جدا. لكن هي دي الرسالة اللي انا بقول، ان البعد الاجتماعي هو الشاغل والشاغل الاول لهذه الحكومة.